السلام عليكم ورحمة الله وأهلا وسهلا بيكم في حلقات جديدة عن كلام عن الكورة مع أحمد أسامة. النهاردة عايزين نحكي حكايات بقى عن الكورة العالمية. أول حاجة عايز أقولها لكم حاجة مهمة جدا جدا. نحكي حكاية إدوارد مندي حارس مرمى المنتخب السنغالي، واللي كان بيلعب في تشيلسي ودلوقتي بقى في الدوري السعودي. هل حد يصدق ان إدوارد مندي سنة 2015 كان مش لاقي نادي يلعب فيه؟ حد يقدر يصدق المعلومة دي؟ كان بدون نادي، لدرجة ان وكيله قال له والله انا شايف ان انت يعني سيبك من موضوع الكورة وممكن تلعب اي حاجة تانية. هو طبعا ما استسلمش للكلام ده، واصر وراح وقدم اختبارات في نادي درجة ثالثة في الدوري الفرنسي. نجح واثبت نفسه. بعد كده انطلق، بعد تألقه طلع للدوري الدرجة الأولى الفرنسي. تألق، راح تشيلسي، تألق بقى، وصل لكأس عالم ولعب وخد مع تشيلسي دوري أبطال أوروبا ولعب كأس عالم أندية. وتألق دلوقتي بقى في الدوري السعودي، راح الدوري السعودي. يعني نستفيد من القصة دي إن مهما كان أي حد يحبطك، أنت برضو لازم تثبت للناس ان انت قادر. حتى لو اقرب المقربين لك قال لك لا انت فاشل ومش هينفع، لا انت قادر مهما كان اللي هيتقال لك ايه. تمام. برضو حد تاني، ساديو ماني. لك ان تتخيل ان ساديو ماني سنة 2000 واعتقد و14 او 2013 كان بيلعب في فريق جينيراسيون فوت. الفريق ده كان طبعا لعب الزمالك من فترة، كان بيلعب في اياميه في الفريق ده، وكان بيشتغل يعني بيبيع في الاشارات المرور. في اشارات المرور بيبيع مياه غازيه، ويبيع ميه، ويبيع اي حاجه، بيبيع مناديل، لغايه لما اثبت وحقق حلمه. وقدر ان هو يحقق حلمه، وقدر ان هو يقول للعالم كله انا قد ايه راجل محترف. وراح ساوثهامبتون، طبعا لعب في فرنسا، ومن فرنسا راح انجلترا على ساوثهامبتون، ومن ساوثهامبتون راح ليفربول، وليفربول زي ما انتم عارفين بايرن، ودلوقتي راح الدوري السعودي. ففعلا اللعيبه اللي احنا بنشوفها في اوروبا دي يا جماعه، الموضوع مش من فراغ، الموضوع اصرار، والموضوع هم مصرين ان هم يكونوا حاجه، فمش بيستنوش الحاجه جايه لهم على الجاهز. فلازم نتعلم ان احنا لازم نتعب ونموت نفسنا على اساس اي حاجه في اي مجال، مش لازم كرة القدم. يعني محمد صلاح ده يا جماعة اكيد، يعني انتوا لو تفتكروا محمد صلاح، يعني اللي يشوف جسمه في بداية الاحتراف غير جسمه دلوقتي خالص. كان جسمه في بداية الاحتراف لما راح بازل اي التحام يقع على الارض، اي التحام. هو ده مش حاجة حلوة في اوروبا، بالعكس هم عايزينك ناشف ماسك الكورة، اي التحام تبقى انت واقف على الكورة، عشان لو وقعت تبقى الوقعة جامدة تاخد قصادها فاول صح. مش اي وقعة الحكم هيحس ان انت ما تستحقش، لان بره في اوروبا مش اي وقعة بفاول، مش زي عندنا في مصر اي حاجة تيت على طول فاول. لا، الموضوع مش كده خالص يعني. فلازم انت بتتعب وتموت نفسك، وفي ناس بتحرم طبعا نفسها من حاجات كتير جدا عشان خاطر تقدر توصل للي هي عايزاه. فلازم لازم لازم ان انت تحط في دماغك ان انت عايز تعمل اي حاجة، لازم يعني هتحاول مرة واثنين وثلاثة وهتلاقي فشل لغاية لما تثبت نفسك وتثبت حلمك. ولازم قدام اي حاجة نفسك فيها لازم هتلاقي نفسك ان انت قصادها حاجة لازم هتحرم نفسك منها. يعني زي مثلا لعيبة الكورة هنجيب مع احمد صلاح عشان ده مننا من مصر، حارم نفسه من حاجات كتير، حارم نفسه من اكل شوكولاتة مثلا، اكل شرب اي مياه غازية، في نظام سيستم ماشي بيه. كريستيانو رونالدو يا جماعة، كريستيانو رونالدو معاه مدير تغذية، اخصائي تغذية، بيقول له ويكتب ريبورت كده كل يوم انت النهارده لازم تاكل ايه. امال الناس دي قاعده في الملاعب ازاي؟ لغايه دلوقتي؟ يعني كريستيانو رونالدو لازم يعني بيتقال له انت النهارده تاكل ايه وتشرب ايه، وكل حاجه بالورقه والقلم، مش اي حاجه في اي حاجه. مش عندنا كده الاقي الناس سهرانين عند معرفش مين البرنس وصبحي وبتاع وعادي والدنيا كويسه، اكل اللي اكله واشرب اللي اشربه. لا، في نظام وفي نوم بدري، مش انا سهران لغايه الساعه معرفش كام بره
وعادي الدنيا سلاح مداح. انا عارف في ناس بتحب الكلام ده، يعني انا اعرف في بدون ذكر اسامي في محترفين رجعوا من بره بسبب ان هم مش قادرين يتاقلموا على كده. في ناس محترفه قالت انا لفتي في شارع جامعه الدول العربيه دي بالدنيا كلها، احسن غرب واحسن من اي حاجه. في ناس بتحسبها كده. في ناس بتبقى اثبات نفس، عايز اثبت لنفسي للكل ان انا مين، اعمل ايه. فعلا الموضوع مفيش حاجه بتيجي بسهوله. النجوميه دي لازم بيطلع عينك فيها. ميسي نفسه يا جماعه، ميسي كانت قال له انت ما تصلحش ان انت تلعب لاعب كوره، جسمك نحيف، لغايه لما برشلونه خده واداله حقن وصرف عليه لغايه لما وقف جنبه وهو نفسه عافر. طبعا هو موهبه من عند ربنا وعارفين ان هو حاجه جميله وكل حاجه، بس كل حاجه ليها تعب، لازم تتعب. مفيش حاجه بالسهل، كل حاجه لازم هتتعب فيها عشان توصل لها. في اي مجال عندنا شغل، في اي حاجه، الحاجه دايما مفيش حاجه بتيجي بسهوله يعني. فبناء عليه ان كل اللعيبه لازم بتموت نفسها، لازم تفحت في الصخر، لازم ما تبصش انا اخد كام، لا بص انت هتدي ايه الاول قبل ما تاخد. فعشان كده لازم نستفيد من القصص دي كلها، ان احنا يبقى عندنا طموح. ايه هو الطموح؟ ان انت تحط قدام نفسك هدف، هو ده اللي لازم نوصل له كلاعب كوره او كاي حاجه في مجال الحياه. طبعا انا بشكركم جدا جدا مرة تانية، واتمنى منكم اللايك والسبسكرايب، واتمنى منكم يعني ان يكون فيديو ناجح ويوصل لكل الناس، واحب اسمع تعليقاتكم. والتوفيق لكم كلكم، وتوفيق للكرة المصرية، وان شاء الله باذن الله نبقى في احسن حال الفترة اللي جاية دي كلها، والتوفيق لنا جميعا، ومحدش يشعر باي احباط، وإن شاء الله اللي جاي خير. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.